السيد المعظم. فبسم الله وعلى بركة الله نفتتح الدورة الأولى لمجلس الأمة السابع عشر الذي نريده محطة على طريق التحول الديمقراطي والإصلاح الشامل الذي كان نهجنا منذ اليوم الأول لتحملنا أمانة المسؤولية الدستورية. وقد عملنا وسنواصل العمل بعزم لا يلي لترسيخ مكانة الأمة مصدراً للسلطات وشريكاً في صناعة القرار، منطلقين بذلك من التزامنا الدائم بمصالح شعبنا الأبي. منذ أكثر من عام ترجمت على أرض الواقع مجموعة من الإصلاحات التي تعزز النهج الديمقراطي وتمكن الشعب من خلال ممثليه من ترسيخ دوره الفاعل في صناعة القرار والرقابة والمساءلة. إن هذا الدور يرتب عليكم مسؤولية كبيرة في أن يكون مجلس الأمة حاضنة للحوار الوطني بحيث يتواصل مع المجتمعات المحلية والقوى السياسية بنقاشات موسعة ليستقر في يقين كل مواطن بأن مشاركته السياسية منتجة. فإننا ندعو لنهج عمل جديد وسنبدأ من نهج التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية فور تشكيلها في تشكيل الحكومات. كما نريد الوصول إلى استقرار نيابي وحكومي يتيح العمل في مناخ إيجابي ل4 سنوات كاملة. طالما ظلت الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب وطالما حافظ المجلس على ثقة الشعب، إن ما عرضناه من رؤى هي متطلبات التحول الديمقراطي وهي قواعد لنهج إصلاحي تتكامل في أدوار المجلس النيابي والحكومات البرلمانية والمواطنين تحت مظلة الدستور الجامع، عاقدين العزم على الاستمرار في الإصلاح والتحديث. وأسأل المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه خير الوطن والمواطن على طريق البناء والديمقراطية والنهضة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.